dal leen jaamu seen chaîne YouTube Le Coran et ses secrets di leen ñaan bu leen fàtte abonné ci chaîne bi bës ci cloche de notification bi bu ko defee vidéo bu ñu dugal rek ngeen bokk suñu koy njëkk jot yal na yàlla def jàmm. alhamdulillahi alladi amara fa waad wa naha fa awad fa saara'a ulul nuha ila imtisaali amrihi wajtinaabi maa anhu naha wassalaatu wassalaamu ala sayyidina wa mawlaana muhammad afdali kulli man hadaa ila allahi tabaaraka wa ta'aala wa arshad wa ala aalihi wa sahbihi allaziina ixtaaru ddaara al-aaxirata al-baaqiya ala haadihi ddaari al-faaniya wa ala man tabi'ahum bi ihsaan إلى يوم الذي يجازى فيه بعمله كل إنسان أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وخذوا حذركم من أعدائكم وأعداء أعدائكم نفوسكم التي بين جنوبكم واعلموا أن الدنيا خسيرة الأمد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فاصرفوا هممكم عن سهرتها التي كالعدم ووجهوها إلى مولاكم الذي هو أولى بكم تفوزوا بالنعيم المقيم الذي أعده لأوليائه وتنجو من عذاب المقيم الذي أعد للمعرضين عنه وعن أسفيائه الحمد لله كما ينبغي لجلاله وشكر له على ما أولانا من سابق إفضاله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم أنبيائه وإرساله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه مدى بكور الدهر وآصاله أما بعد فيا عباد الله روى الترمذي وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام عشر ذي الحجة بعد صيام رمضان وكل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر وعن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أفضل عند الله العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني العصر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله وأن صيام يوم منها يعدل صيام سنة والعمل فيهن يضاعف ب700 ضعف وعنه صلى الله عليه وسلم أيضا صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده سابقوا عباد الله إلى هذه الخيرات وأكثروا من الدعاء يوم عرفة فإن الدعاء فيه مزية أخرج الإمام مالك في الموطأ
ولفظ للموتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين.